2027 مش إشاعة، ده موعد نهائي. ده الوقت اللي شي جين بينغ قال لجيشه يكون جاهز ياخد تايوان، مش يخطط، يكون جاهز. تايوان على بعد 100 ميل من ساحل الصين، مسافة الأسطول البحري الحديث يقطعها في ساعات، مسافة خلت حكومتين واقفين ضد بعض في حالة جمود لمدة 77 سنة. الجغرافيا لها حس فكاهي. معظم الناس عارفين إن تايوان بتصنع 92% من أشباه الموصلات الأكثر تطوراً في العالم. الرقائق اللي جوا موبايلك، عربيتك، الطائرة المقاتلة F-35، وكل نموذج لغوي كبير جاوبك على سؤال كنت محرج تدور عليه في جوجل، كله جاي من هنا. الكل فاكر إن تايوان مش ممكن حد يقرب لها، غالية قوي ومندمجة في الاقتصاد العالمي بشكل كبير لدرجة إن محدش هيسمح إنها تقع. بس ورا الكواليس، الحاجة اللي خلت تايوان مش ممكن حد يقرب لها بيتفكك دلوقتي، مش من الصين لكن من الولايات المتحدة. لحد يونيو 2026 شركة TSMC اللي ورا أشباه الموصلات اللي العالم كله بيعتمد عليها، قيمتها السوقية وصلت ل 2.18 تريليون دولار. أي دولة حتى الصين هتكون نفسها تمسكها وتستفيد من إمكانياتها، وعشان كده هي بتجهز أكبر أسطول بحر العالم شافه. على الأقل ده اللي أغلب الناس فاكرينه. غزو بحري مش مستبعد خالص. بس مضيق تايوان هو أكثر منطقة مائية فيها عسكر في العالم. حتى لو حصل حصار على تايوان، الاقتصاد العالمي حيخسر 10 تريليون دولار، ده تقريباً 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وده هيعمل ضرر أكثر من الأزمة المالية في 2008 وجائحة كورونا مع بعض. عشان كده تايوان مهمة جداً، لأن الجزيرة مش بس في قلب نقطة صراع جيوسياسية، دي كمان في قلب العالم الحديث. الرقائق اللي بتشغل كل حاجة من الموبايلات ومراكز البيانات لحد أنظمة الأسلحة المتقدمة بتعدي من مصانع تايوان. لو المصانع دي وقفت، العواقب مش هتفضل في آسيا بس، هتأثر على كل اقتصاد كبير في العالم. وعشان كده من أول نظرة تايوان شكلها مستحيل تتساب. كتير من التايوانيين بيسموا شركة TSMC الجبل المقدس اللي بيحمي الجزيرة. باقي العالم ليه اسم تاني ليها، الدرع السيليكوني. الفكرة بسيطة، تايوان مهمة اقتصاديا جدا وضرورية لتكنولوجيا العالم كله، لدرجة إن الدول خصوصا الولايات المتحدة مش هيبقى قدامهم اختيار غير إنهم يدافعوا عنها. عشان نفهم قد إيه أمريكا معرضة للخطر لو حصل استيلاء محتمل على تايوان، في 2024 وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو قالت إن الولايات المتحدة بتشتري 92% من الرقائق المتطورة بتاعتها من شركة TSMC في تايوان. تقريباً كل جانب من جوانب الحياة الحديثة محتاج رقائق TSMC عشان يشتغل، خصوصاً في القفزة التكنولوجية الجاية، ثورة الذكاء الاصطناعي. تايوان في قلب القفزة التكنولوجية الجديدة دي. في سنة 2025 اقتصاد البلد كله نما تقريباً بنسبة 9%، وده تقريباً كله كان بسبب الطلب الأمريكي على الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الاستهلاكية. 58% من إجمالي إيرادات TSMC في السنة دي كانت بسبب الحوسبة عالية الأداء اللي بتخلي الذكاء الاصطناعي يشتغل. شركات التكنولوجيا زي جوجل وأمازون وإنفيديا بيعتمدوا على شرائح TSMC علشان يفضلوا شغالين. غير كده، النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي اللي شركات وأشخاص كتير في العالم بيعتمدوا عليهم دلوقتي بشكل أساسي هيتوقفوا عن العمل تقريباً في ليلة وضحاها. مش فارق إذا كنت بتستخدم ChatGPT أو كلاود أو جيميناي، كلهم بيشتغلوا بفضل TSMC. استيلاء الصين على تايوان حيكون مدمر للاقتصاد العالمي وحيشل القوة العسكرية للغرب. رقائق TSMC موجودة في كل حاجة، من طيارات F-35 المقاتلة لحد الذخائر الموجهة بدقة. من غيرهم مصانع الأسلحة حتبقى بطيئة جدا والتصليحات المهمة حتتوقف. مخزون الصواريخ هيبدأ يقل، وأمريكا هتلاقي نفسها فجأة معرضة للخطر أكتر بكتير. كتير من المكانات اللي بتستخدم في تصنيع الرقائق دي معتمدة على تكنولوجيا غربية شديدة القيود، وده بيشمل أنظمة بتنظمها جهات زي وزارة الدفاع الأمريكية. لو الصين سيطرت،
ده هيخلي بعض من أكثر تكنولوجيا الغرب حساسية في متناول بكين، والتبعات صعب نقلل من أهميتها. ومع ذلك الغريب إنه ده خلق إحساس بالراحة. في الآخر لو خسارة تايوان حتكون كارثية بالشكل ده، أكيد أمريكا وحلفائها عمرهم ما هيسمحوا بده يحصل. حتى لو مش هيخاطروا بحرب عشان يدافعوا عن ديمقراطية تانية، أكيد هيدافعوا عن مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية. والصين عارفة كده كويس. هي عارفة إن أي محاولة للاستيلاء على تايوان هتخلي الدول اللي عندها كتير ممكن تخسره، ترد بشكل ضخم وممكن يبقى عنيف. لسنين المعرفة دي كانت واحد من أقوى عوامل الردع اللي بتخلي الصين تبعد. بس القصة كلها مبنية على افتراض غلط. لأن إيه اللي هيحصل لو الجايزة اللي الصين بتدور عليها متجهزة إنها تدمر نفسها أول ما يلمسوها؟ وده معناه إن اهتمام الصين بتايوان ممكن ما يكونش زي ما أغلب الناس فاكرين. والأهم من كده، الاستراتيجية اللي المفروض تمنع الحرب ممكن برضو ما تكونش زي ما الناس متخيلة. تايوان قضت سنين وهي بتستعد لإمكانية إنه الردع يفشل. في الحقيقة في فئة متزايدة بتقول إنه لو الصين نجحت في الاستيلاء على الجزيرة، تايوان لازم تتأكد إن مفيش حاجة كتير تتاخد. الفكرة دي معروفة باسم العش المكسور. بدل ما يسيبوا اقتصاد تايوان وبنيتها التحتية وجواهرها التكنولوجية تقع في إيدين بكين، المؤيدين بيقولوا إنه لازم يخلوهم غير صالحين للاستخدام الأول. وده تقريباً زي ما تقول لو حد اقتحم بيتك علشان يسرق تلفزيون، المفروض ترمي التلفزيون من الشباك الأول. فكرة متطرفة، ومع ذلك ممكن تكون منطقية. هي فكرة مرعبة، لكنها بتوضح قد إيه تايوان بتاخد التهديد ده بجدية. بس الخطة دي مش الوحيدة اللي معمولة علشان تخلي الغزو مكلف جداً. الاستراتيجيين العسكريين، ومن ضمنهم محللين في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، حددوا مجموعة من الدفاعات اللي هدفها تحول تايوان لكابوس. قواذف صواريخ متنقلة، ألغام بحرية في مناطق الأمواج، وأسلحة مصممة مش بالضرورة علشان توقف الغزو تماماً، لكن علشان تخلي التكلفة عالية جداً لدرجة إن الصين تقرر إن المحاولة مش مستاهلة. لسنين طويلة ده كان المنطق، ارفع الكلفة لحد ما بكين تتراجع. بس ده مش الخيار الوحيد. بايبي ممكن تحاول تقنع الصين إن السيطرة على تايوان هي مجرد بداية مشاكلها. كسب الحرب حاجة، لكن احتلال أكثر من 23 مليون شخص مش عايزين الصين تحكمهم ده موضوع تاني خالص. الهوية السياسية. للجزيرة بقالها سنين بتبعد تدريجياً عن البر الرئيسي الصيني، وده بالذات بين الشباب اللي مركز بايو للأبحاث لقى إن أغلبهم بيعتبروا نفسهم تايوانيين بس. تقارير تانية بتوضح إن أكثر من 84% من شعب تايوان رافضين اقتراح بكين بتاع دولة واحدة ونظامين للجزيرة. الفكرة إنه تايوان ممكن تتوحد مع الصين، بس تفضل المحافظة على نظامها المختلف اللي هو أكثر ديمقراطية ورأسمالية. وبالنظر لمدى الجهد اللي بذلته الصين علشان تكسر الوضع الديمقراطي الفريد لهونغ كونغ، سكان تايوان عندهم حق لما يعتقدوا إنه الصين مش ناوية تلتزم بسياسة زي دي. الاضطرابات المدنية المستمرة وعدم التعاون وحتى حرب العصابات هتجبر الصين على احتلال مكلف ومفتوح المدة، وده ممكن يخلي الاحتلال ده غير محبوب أكتر وأكتر سواء داخل الصين أو براها. بس يا ترى ده فعلا هيكون كفاية علشان يمنع الغزو من الأساس؟ لسنين طويلة الاستراتيجية دي كانت مبنية على الاعتقاد إن أمريكا هتتدخل فوراً علشان تدافع عن تايوان وتسبب خسائر ضخمة للبحرية الصينية. بس اليقين إن ده هيحصل بيختلف من إدارة لإدارة، وكمان بيعتمد بشكل كبير على مدى حماس أمريكا نفسها لمساعدة تايوان. لكن جوهر استراتيجية العش المكسور بيعتمد على إجراء أكثر تطرف، وهو شكل متطرف من التخريب الاقتصادي. ببساطة تايوان هتطبق سياسة الأرض المحروقة على نفسها. لو الصين غزت بكرة، تايوان هتعمل حاجة محدش يتخيلها، هيحرقوا صناعة أشباه الموصلات بتاعتهم بالكامل. ده هيعمل أزمة اقتصادية عالمية، بس كمان هيوقع اقتصاد الصين. بدل ما ينعشوا اقتصاد الصين، الغزو ممكن في الآخر يسبب له ضرر كبير جدا. ده هيحول اللي كان المفروض يكون غزو سهل لانتصار بطعم الخسارة. أقل من 6% من أشباه الموصلات في الصين كانت بتتصنع محليا في سنة 2020،
لو تايوان قررت تدمر صناعتها بنفسها في حالة الغزو، حيكون ده كارثة لإدارة شي جين بينغ. الاقتصاد وإنتاج المعدات العسكرية عالية الجودة هيتأثروا في نفس الوقت اللي هيكونوا فيها أكتر حاجة محتاجينهم أثناء الحرب. لو صناعة أشباه الموصلات في تايوان اختفت، اختيارات الصين هتكون محدودة جدا. البديل الواقعي الوحيد هيكون سامسونج الكورية الجنوبية، لكن حتى سامسونج مش هتقدر تعوض الإنتاج اللي فقدته تايوان بسرعة كفاية علشان تمنع صدمة كبيرة. وكمان فيه مشكلة جيوسياسية. سامسونج موجودة في كوريا الجنوبية اللي هي حليف قريب لأمريكا، ورغم علاقاتها الاقتصادية القوية مع الصين عمرها ما اصطفت بالكامل مع الطموحات الاستراتيجية لبكين. هل فعلا حيبذلوا مجهود مخصوص عشان يساعدوا الصين ويخطروا بالعواقب السياسية اللي ممكن تحصل بسبب كده؟ دعم الشيء السياسي نفسه بيعتمد على استمرار نمو واستقرار الاقتصاد الصيني. استراتيجية العش المكسور هتدمر كل ده. الغزو نفسه هيهز الاستقرار العام في الصين وهيخلق مشاكل سياسية يستحيل تجاوزها لفترة حكم شي. من المشكوك فيه إن الصين هتجازف بغزو لو كانوا عارفين إنه ده هيكون النتيجة. هل فعلا يقدروا يستولوا على مصانع TSMC قبل ما تتدمر؟ الصين عارفة ده. السباق ضد آلية تعطيل وبروتوكول التدمير الذاتي مش خطة حرب، ده مؤامرة. طيب الصين فعلا بتجهز لإيه؟ وإزاي بالضبط تايوان ناوية تنهي سيطرتها على صناعة الشرائح؟ التقارير بتوضح إن البلد عندها خطة طوارئ أكثر تطوراً لتنفيذ عملية العش المكسور، والمعروفة بآلية التعطيل عن بعد من ASML، واللي حيتفعل من هولندا بلد عدد سكانه 18 مليون ومعروف بالتوليب وركوب العجل، هي واحدة من العوامل الحاسمة فيما إذا كانت حرب على تايوان هتدمر الاقتصاد العالمي ولا لا. في المرحلة دي من القرن 21 حد هيستغرب؟ هولندا وتايوان عندهم علاقة خاصة. تايوان بتصنع كل أشباه الموصلات بتاعتها باستخدام آلات الأشعة فوق البنفسجية القصوى EUVs اللي بتستوردها من شركة ASML Holding NV الهولندية. في الحقيقة ASML هي الشركة الوحيدة في العالم اللي بتصنع الآلات دي حالياً. آلات EUV اللي بتستخدمها TSMC وبعضها لازم يصنع شرائح متقدمة جداً بحجم 2 نانومتر اللي الشركة محتاجاها، معقدة بشكل رهيب لدرجة إن ASML بتقدر تصنع حوالي 5 أو 6 آلات بس في السنة. الصين مش هتقدر بسهولة تستبدلهم أو تبني حاجة شبههم علشان تفضل تصنع الشرائح لو ASML مش معاهم. ظهرت تقارير في 2024 إن ASML حطت مفتاح إيقاف في جهاز EUV اللي بعتته لتايوان. واضح إنه الشركة طمنت تايوان إنها تقدر تعطل أجهزتها عن بعد في أي وقت لو لزم الأمر. وبرضو ASML عملت محاكاة لغزو عشان تعرف قد إيه بسرعة وكفاءة يقدروا يوصلوا لأجهزة EUV ويعطلوها عن بعد. ASML زي ما هو متوقع ما قالتش تفاصيل كتير عن الموضوع بالضبط، بس في حقيقة واحدة هي اللي تهم. زي أي جهاز متطور جدا، أجهزة EUV محتاجة صيانة مستمرة وتحديثات وخدمات عشان تفضل شغالة، وده بيخلق نقطة ضعف لأن الشركة اللي صنعت الأجهزة لسه عندها صلاحية الوصول للبرمجيات والأنظمة اللي بتخليها تشتغل. نظرياً لو حصلت أزمة، شركة ASML ممكن تساعد في وقف إنتاج الرقائق في تايوان تقريباً فوراً، مش عن طريق تدمير المصانع، لكن ببساطة عن طريق حرمان الأجهزة من الدعم والبرمجيات اللي محتاجينها عشان يشتغلوا. تعطيل الأجهزة عن بعد هيخلي الصين ما تلاقيش غير هياكل معدنية ملهاش لازمة لما يوصلوا لمصانع تايوان. يعني تايوان خلت مصانعها غير قابلة للاستخدام تماماً. الصين عارفة كده، عمرها ما هتوصل لهم في الوقت المناسب. السرقة التكنولوجية النظرية دي عمرها ما هتنجح. طيب ليه لسه بيبنوا أسطول بحري ضخم؟ والأسطول ده فعلاً ضخم. لحد سنة 2023 البنتاغون بيعتقد أن الصين عندها أكثر من 370 سفينة في قوتها البحرية. البحرية الأمريكية حالياً بتقدر أنها عندها ما بين 290 و300 سفينة جاهزة للنشر. وده مش المشكلة الوحيدة في أي مواجهة محتملة. البحرية الصينية توسعت بسرعة كبيرة جداً، أغلب سفنها اتبنت من سنة 2010
وده معناه إنه جزء كبير من الأسطول بتاعهم أحدث من بعض السفن القديمة في البحرية الأمريكية. والموضوع مش بس في الحجم، لكن كمان في التنوع والقدرة على التكيف. بكين بنت قوة متنوعة مصممة عشان تشتغل في سيناريوهات مختلفة: مدمرات، فرقاطات، كورفيتات، سفن هجومية برمائية، غواصات وحاملات طائرات. على الورق الأسطول ده يقدر يتعامل مع أي صراع بحري حديث تقريباً، بس مع ذلك صعود البحرية الصينية فيه شوية نقاط لازم تتحط في الاعتبار. لحد دلوقتي الصين عندها حاملتين طائرات بس شغالين بشكل كامل، وعلى الرغم من التوسع السريع الغواصات الأمريكية لسه بشكل عام بتعتبر أكثر تطوراً وعندها خبرة أكثر وصعب اكتشافها. بس ده ممكن ما يفضلش الحال كده لفترة طويلة. صور الأقمار الصناعية وتقارير الدفاع بتشير إن الصين بتوسع البنية التحتية البحرية بتاعتها في أكثر من قاعدة استراتيجية وبسرعة أكثر من اللي كان متوقعه كتير من المحللين. في مكان واحد بس في يولين يتبنى 5 أرصفة جديدة في خلال 5 سنين. منشآت الخبراء بيعتقدوا إنها بتتجهز لجيل جديد من الغواصات، غواصات ممكن تكون قادرة تشيل لحد 12 صاروخ نووي لكل واحدة، لأن جنباً إلى جنب مع تعزيزها العسكري التقليدي الصين كمان بتسرع في تحديثها النووي بمعدل بدأ يلفت انتباه مخططي الدفاع بشكل جدي. بكين لسه محافظة على سياسة عدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية، بس بعض المحللين بيشيروا إن سرعة وهيكل التوسع ده بيطرحوا أسئلة صعبة عن إزاي العقيدة دي هتثبت في ظروف أزمة حقيقية. في 2020 وثائق من وزارة الدفاع بتوضح إن أمريكا قدرت مخزون الصين من الأسلحة النووية في حدود 200 وشوية رأس نووي، وكانوا متوقعين إن المخزون حيزيد بشكل تدريجي بس في السنين الجاية. لكن في 2021 تقارير عن زيادة سريعة في المخزون خلت وزارة الدفاع تراجع تقديراتها. التوقع الجديد هو 700 رأس حربي بحلول 2027 وأكثر من 1000 بحلول 2030. وبما إن في 2023 الصين كانت جمعت بالفعل 500 رأس حربي، التوقع ده اضطروا يرفعوه تاني. مش بس الصين بتخزن رؤوس نووية وبتكبر أسطولها، كمان قدرتها على بناء السفن أكبر 200 مرة من أمريكا. استثمارات ضخمة دخلت لأساطيل الصين وأحواض بناء السفن في نفس الوقت اللي أمريكا بطأت فيه توسعها البحري. فبينما البحرية الصينية بتتوسع بسرعة غير مسبوقة، القوة الرئيسية اللي تقدر ترد عليها مش قادرة تواكب. ليه؟ ده مهم لأن الصين بقالها 10 سنين بتبني ما يعادل البحرية الملكية البريطانية كلها كل 2 سنين. يعني هل الهدف فعلا غزو شامل لتايوان ولا تحرك أكثر محدودية زي حصار مثلا؟ الموضوع مش مجرد تكهنات. تقييمات الدفاع الأمريكية وتقارير الاستخبارات أشارت لتوجيه من شي جين بينغ لجيش التحرير الشعبي: استعدوا لغزو تايوان بحلول 2027. التسارع الكبير في بناء السفن اللي بقى أسرع حتى من توجيهات شي الأولية، وكمان التوسع الضخم في الموانئ والبحرية الصينية قبل 2027 بيوضح الاحتمال ده. شي جين بينغ جعل إعادة توحيد تايوان اللي مش عايزة ده جزء أساسي من رئاسته. هو عايز يكون أعظم قائد شافته الصين في تاريخها. عشان يحقق ده هو عايز يعمل اللي ناس زي ماو كانوا دايما بيحلموا بيه وفشلوا فيه، وهو إنه يسيطر على المنطقة اللي بيشوفها جزيرة انفصلت عن الصين. في البداية تعليمات شي كانت جزء من خطة تحديث طويلة المدى للجيش الصيني، تحول تدريجي هيستمر لعقود. المرحلة الأولى محددينها لسنة 2027 والمرحلة النهائية متوقعة لسنة 2049. الهدف النهائي هو اللي بكين بتسميه النهضة العظيمة للأمة الصينية، جيش حديث بالكامل يقدر ينافس أي قوة عظمى في العالم. بس الخبراء بدأوا يشكوا إنه أول موعد نهائي للتحديث في 2027 مش مجرد حاجة نظرية. مصادر بتأكد إنه الهدف الواضح من الموعد النهائي للصين هو مواجهة الجيش الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإجبار قيادة تايوان على التفاوض بالنين. طيب ده هيشتغل عملياً إزاي؟ أول خطوة ممكنة للصين مش الغزو، هي العزل البحري.
سفن إنفاذ القانون هتستهدف بضائع معينة وتشتغل تحت الحد اللي يعتبر عمل حربي. الميزة هنا إنهم بيشتغلوا في منطقة الرمادية، ولإنها مش عمل حربي صريح ممكن حلفاء تايوان يتجاهلوها. بس حتى في خطط جيش التحرير الشعبي نفسه هم عارفين إن تايوان ممكن تصمد قدام خطوة زي دي، خصوصاً لو جالها تعزيزات وإمدادات من حلفاء تانيين. مع ذلك تايوان غالباً مش هتقدر تصمد بسهولة قدام الخطة بقى اللي هي حصار كامل. كل البضائع الممكنة حيتمنع دخولها أو خروجها من الجزيرة. حركة الملاحة اليومية هتبقى بطيئة جداً، بس السفن اللي الصين توافق عليها هي اللي هتسمح ليها تعدي، وإحنا شفنا قبل كده السيناريو ده بيحصل. الحصار الأولي لمضيق هرمز في أوائل 2026 تقريباً وقف حركة الشحن تماماً في أول 20 يوم، بس 21 ناقلة قدرت تعدي مقارنة بأكثر من 100 سفينة في اليوم قبل الحصار. حصار صيني مش هيأثر بس على الموارد اللي رايحة تايوان. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بيقدروا إنه حوالي 5 التجارة البحرية العالمية، يعني بضايع قيمتها 2.45 تريليون دولار، عادت من مضيق تايوان في سنة 2022. لو الصين استخدمت بحريتها علشان تمنع المرور في المية دي، التجارة العالمية هتدخل في فوضى تامة. الصين هي أكثر دولة بتعتمد على مضيق تايوان في شحن بضايعها، حتى لما بتنقل البضايع من ميناء صيني لميناء تاني جوا الصين. مع ذلك الحصار البحري الصيني هيكون معمول بشكل واضح علشان يأثر بالسلب بس على الأهداف اللي الصين بتختارها. سفنها هي هتعدي عادي من غير أي مشاكل، يعني في نفس الوقت اللي الصين بتوقف فيه تجارة تايوان وحلفائها، شحنها واقتصادها هيستمروا في النمو من غير توقف. وبما إنه تايوان دولة جزيرة وما عندهاش موارد كتير، فهي معتمدة بشكل كبير على الاستيراد علشان تقدر تعيش. 97% من طاقتها مستوردة، وكمان أغلب أكلها مستورد. مع إن البلد عندها ورقة رابحة زي شركة TSMC، بس الشركة دي مش هتقدر تشتغل لفترة طويلة من غير طاقة تدخل البلد. الحصار هيشل تايوان. مصادر أكدت إن البلد هتقدر تصمد حوالي 6 شهور بس بالمخزون اللي عندها من الأكل والطاقة لو الاستيراد وقف تماماً. وده على افتراض إن الصين مش هتكمل الحصار بحملة قصف، واللي هتستهدف المخازن دي بالذات. بس برضه الحصار يعتبر عمل حربي. لو الصين اختارت الخيار ده، حلفاء تايوان هيكونوا تقريباً مضطرين يردوا، وأهمهم اليابان وأمريكا، واللي الاتنين عندهم قواعد عسكرية كبيرة قريبة من هناك لعقود. احتمال التصعيد ده كان عامل رادع لبكين. لحد دلوقتي التهديد كان كفاية، بس إيه اللي هيحصل لو ما كانش كفاية؟ إيه اللي هيحصل لو أمريكا قررت ببساطة إنها ما تتدخلش؟ الاحتمال ده بقى أقل استحالة مع مرور السنين. من ناحية، الإدارة الأمريكية وعدت أكثر من مرة بسياسة خارجية أكثر حذراً وبمشاركة أقل في الصراعات الخارجية، وده معناه إنه التدخل المباشر في مواجهة حوالين تايوان مش هيكون مرجح. ومن ناحية تانية، التدخلات في فنزويلا والحرب في إيران خلت الوعود دي محل تساؤل. من الواضح أن أمريكا لسه مؤيدة جداً للتدخل الأجنبي في بعض الحالات. قانون العلاقات مع تايوان سنة 1979 بيلزم أمريكا تدعم تايوان عسكرياً من خلال بيع الأسلحة والمعدات العسكرية. بس ما فيش اتفاق ملزم بيقول إن أمريكا لازم تتصرف كحامي، لكن ده كفاية يخلي الصين قلقانة. فمع اقتراب سنة 2027، هل أمريكا هتلتزم بتحالف اتعمل من حوالي 50 سنة؟ الخبراء بيشيروا إنه تايوان لسه عندها نقطة قوة هنا، وهي إن أمريكا وحلفائها الغربيين عندهم مصلحة شخصية في حماية TSMC. في النهاية، الرهانات أكبر بكثير من تايوان نفسها. لو فعلا الحفاظ على الميزة دي هو الخطة، كنت هتتوقع تشوف استعدادات عسكرية بتعكس التهديد المتزايد، مناورات مشتركة أكثر، تنسيق واضح أكثر، أسلحة أكثر بتدخل تايوان، وكل حاجة ممكنة عشان يخوفوا ويردعوا الصين ويثبتوا إن حليف تايوان قادر ومستعد يدافع عن الجزيرة. بس ده مش بيحصل. لحد أواخر 2025 الولايات المتحدة عندها تراكم في صفقات الأسلحة لتايوان بأكثر من 21 مليار دولار، والأسلحة اللي اتباعت فعلا الجزيرة مش باينة في أي حتة.
ومع العد التنازلي لموعد غزو تايوان في 2027، ليه أمريكا مش بتظهر في الصورة خالص؟ أمريكا بتلوم على مشاكل في الإنتاج ومشاكل في قدرة شركات الدفاع، بس ده مش متماشي مع قدرة أمريكا على إرسال الأسلحة بسرعة لأوكرانيا وغرب آسيا وصراعات دولية تانية. في خلال أيام من غزو روسيا لأوكرانيا، إدارة بايدن وافقت على تقديم مساعدات أمنية للبلد اللي بتعاني، وفي خلال كام شهر كان فيه سحب من مخزون الدفاع الأمريكي عشان يساعدوا في المجهود الحربي. التقارير بتوضح إن تايوان برضو مش واخدة أولوية زي الجهات اللي بتشتري السلاح الأمريكي في غرب آسيا. المشكلة إن الأسلحة مش بالضرورة بتروح للمكان اللي ممكن تتوقعه. ما بين 2012 و2022 الولايات المتحدة سلمت كميات ضخمة من الأسلحة المتطورة لشركاء في الشرق الأوسط زي مصر، الأردن، قطر، السعودية والإمارات. عشرات الآلاف من الصواريخ وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي وآلاف من أنظمة الصواريخ الموجهة بدقة. ومع تصاعد التوترات الإقليمية بعد الصراع مع إيران في 2026، الالتزامات دي مش هتختفي في أي وقت قريب. وفي الوقت نفسه تايوان لسه مستنية. الوثائق بتوضح إن تسليم التوربيدات وأسلحة الهجوم المشترك بعيدة المدى اللي هي JSWs لتايوان اتأجل لحد 2027 و2028. توربيدات MK48 بالتحديد اتأجلت أكثر من مرة من 2026 ل 2028 وممكن كمان توصل ل 2030. بس الجيش الأمريكي واعي جدا بالمهلة النهائية التي حددتها الصين في 2027 عشان تكون جاهزة عسكريا ضد تايوان. تأخير الأسلحة لآخر لحظة أو حتى بعد الموعد نفسه ممكن يكون معناه إنه النعبة انتهت بالنسبة لتايوان. أمريكا بتقول، وده إلى حد ما مبرر، إن سلاسل الإمداد الحالية والحدود البرية بتخلي توصيل الأسلحة لدول تانية أسهل بكتير. أوكرانيا مثلاً جنبها كتير من الحلفاء الأوروبيين اللي ممكن من خلالهم توصل الأسلحة بسهولة أكتر. لكن المشكلة الحقيقية شكلها في ترتيب الأولويات. هل الإدارة فعلاً شفافة تماماً بخصوص التأخير في تسليم الأسلحة لتايوان؟ ولا هي ماشية في استراتيجية تانية خاصة بيها؟ يمكن تايوان لسه بتكتشف إنها موجودة، وده مرعب بالنسبة لها. أمريكا عندها خطة بديلة، قارب نجاة قيمته أكثر من 165 مليار دولار، أريزونا. لكن اللي بيقلق تايوان إن ده كمان بدأ يبقى شكله مش قارب نجاة، بل خطة خروج، خطة هتخلي استقلال تايوان أقل أهمية بالنسبة لأمريكا بسبب الحوافز من قانون الرقائق والعملاء الأمريكيين اللي بقوا قلقانين أكثر من التهديدات العسكرية من الصين. شركة TSMC وعدت تستثمر 65 مليار دولار لبناء 3 مصانع في أريزونا سنة 2024. وفي 2025 ومع تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية، أعلنت TSMC عن استثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار في مجمعها في أريزونا. يعني هل شركة تايوانية بتعمل استثمارات أجنبية ممكن تساعد في تدمير بلدها نفسها؟ مش بالضبط. مصادر بتأكد إنه تايوان بتاخد ريسك محسوب. أمريكا محتاجة خبرة التايوانيين عشان يبنوا ويجهزوا المصانع دي. أمريكا ما عندهاش عمالة بالمهارات المتخصصة اللي تقدر تشغل المجمع الصناعي ده. مصانع الشرائح في تايوان مش سهل تكرارها. تصنيع أشباه الموصلات معناه التعامل مع مكونات حجمها يوصل ل 2 نانومتر. مش بس صغيرة، دي دقيقة جدا لدرجة صعب تتخيلها. للمقارنة، ضوافر الإنسان بتطول بمعدل نانومتر واحد في الثانية. ماكينات الطباعة الضوئية اللي بتتعامل بدقة على مستوى النانومتر ممكن توصل تكلفتها لأكثر من 300 مليون دولار للوحدة. حزم الضوء اللي محتاجينها عشان نصنعهم بتكون أرفع ب5000 مرة من سمك شعرة الإنسان العادية. يعني أمريكا فعلاً محتاجة تعاون وخبرة تايوان عشان مصنعها في أريزونا، وده بيديها دافع أكبر إنها تحمي تايوان. وكمان تايوان لسه محتفظة بمقراتها الرئيسية والتكنولوجيا المتقدمة جوا حدودها، وبالذات في المصانع اللي على ساحلها الغربي. يعني مع قارب النجاة الجديد في أريزونا، ده أمريكا وتايوان الاثنين بيحاولوا يوزعوا المخاطر. أمريكا حاسة بالثقة إنها هتقدر تفضل تصنع رقائق إلكترونية حتى لو حصل أسوأ سيناريو. وفي نفس الوقت تايوان بتقوي تحالفها أكثر مع أمريكا عشان تفضل في صفها
وتضمن دعمها العسكري. دي مخاطرة كبيرة لأن البلدين في الأساس بيشتغلوا على أهداف عكس بعض. تايوان عايزة تخلي نفسها ضرورية جدا لأمريكا، في حين إن أمريكا عايزة تستغنى عن اعتمادها على الجزيرة دي تماماً. أمريكا محتاجة التعاون ده مع تايوان لفترة قصيرة بس. لو تم نقل خبرة كفاية وبدأ إنتاج رقائق أكثر جوا أمريكا، ممكن يحصل العكس تماماً. أمريكا هتخسر الدافع الاقتصادي اللي يخليها تواجه الصين في معركة السيطرة على تايوان. رئيس شركة TSMC موريس تشانغ متشائم في الموضوع ده. هو كان حذر قبل كده إنه قانون الرقائق والاتجاه الأوسع نحو عالم بتنفصل فيه أمريكا والصين عن بعض في إنتاج التكنولوجيا هيدمر العولمة والتجارة الحرة. في حدث سنة 2023 قال: ما فيش شك عندي إنه في قطاع الرقائق العولمة انتهت. التجارة الحرة مش ميتة للدرجة دي، بس هي في خطر، ومن ساعتها الأمور فضلت بتسوء أكثر في مجال التجارة الحرة. العقبات والرسوم الجمركية في التجارة العالمية بطأت التقدم العالمي وخلت التكنولوجيا أغلى. زي ما مؤسس TSMC السابق قال: لما التكاليف بتزيد، انتشار الشرائح الإلكترونية يا إما حيوقف يا إما حيبطأ بشكل كبير. بطريقة ما، كان كمان توقع التطورات الأخيرة في استثمارات TSMC. من وقت قانون الشرائح، هو أتكلم بشكل سلبي عن محاولات أمريكا لتوطين سلاسل التوريد في دول صديقة وزيادة تصنيع الشرائح في أمريكا والدول الحليفة الثانية. تشانغ قال إن سياسة نقل سلاسل التوريد إلى دول صديقة ما بتشملش تايوان. في الحقيقة، وزيرة التجارة قالت أكثر من مرة إن تايوان مكان خطير جدا. إحنا ما نقدرش، وأمريكا ما تقدرش تعتمد على تايوان في الشرائح، وده طبعا هو مأزق تايوان. لأن نهاية العولمة في التجارة دي وفي حاجات تانية كتير مش بس بتعمل تحديات في التكاليف والتقدم، لكن كمان بتمثل تهديد أمني. لما الدول تبطل تعتمد على بعض في منتجاتها، ولما يبطلوا يشوفوا نفسهم كأجزاء منفصلة لكن مترابطة في سلسلة اقتصادية طويلة، بيبقى عندهم دوافع أقل إنهم يمتنعوا عن الحرب. لو الصين وأمريكا مش محتاجين اقتصاد تايوان يفضل قوي ومستقل وناجح، ليه هيهتموا يمنعوا صراع في تايوان؟ مصادر أكدت إن توقعات تشانج عن تأثير قلة التجارة الحرة على تصنيع الرقائق وحتى في بناء مصانع الرقائق بدأت تتحقق فعلاً. في مصنع TSMC في أمريكا، تقدم البناء كان أبطأ وأغلى من المتوقع. الخبراء بيقدروا إن الرقائق اللي حتتصنع هناك حتكلف على الأقل 50% أكثر في الإنتاج. بس واضح إنه أمريكا مستعدة تتحمل تكلفة إنتاج واستخدام رقائق أغلى بدل ما تدخل في حرب مكلفة ودموية مع الصين. من بين كل تصريحات تشانج، أكثر حاجة مقلقة بخصوص الصراع العالمي مع الصين هي إن أمريكا بالفعل بتعتبر تايوان مكان خطير. آخر خطوة من أمريكا لدفع TSMC أكثر وأكثر لجوه الأراضي الأمريكية ممكن تكون إشارة لحاجة ما كانتش تخطر على بال الشعب التايواني. أمريكا بالفعل تخلت عن الجزيرة، وده ممكن يكون لسبب وجيه. توقعات تشانج بتتحقق، درع السيليكون بيفشل. الصين صرفت مليارات عشان تبقى مستقلة تماماً في صناعة الشرائح، وأمريكا بتعمل نفس الحاجة في أريزونا. الخبراء بيعتقدوا أن الصين لحد وقت قريب كانت متأخرة عن تايوان ب5 أو 6 سنين في تطوير الشرائح، لكن الفجوة التكنولوجية دي ممكن تتقفل بسرعة نسبية. في الآخر الصين ما واجهتش مشاكل كبيرة في تحديث جيشها بسرعة عشان تقلل الفجوة العسكرية بينها وبين دول تانية، وأهمهم أمريكا، والوضع بيزداد سوء لتايوان. يبدو أن درع السيليكون كان ممكن يكون مبالغ فيه من البداية. التقارير بتوضح إنه لو أمريكا حاولت تستخدم درع السيليكون كسلاح في حالة أقل من غزو كامل زي الحصار أو الحجر البحري، هيكون صعب جدا تنفيذ ده فعليا. الرقائق صغيرة وقيمتها عالية جدا، وده بيخلي نقلها عن طريق أطراف ثالثة سهل جدا. حتى النهاردة بيتم شحنهم كتير عن طريق دول تانية زي ماليزيا كمثال. إقناع الشركات الأوروبية واليابانية اللي بيعتمدوا على عقود ضخمة مع الصين لتحقيق أرباحهم إنهم يوقفوا تصدير الرقائق تماماً ممكن يكون معركة خسرانة. آخر دومينو باقي ممكن يكون ده. هل الصين فعلاً مستعدة استراتيجياً لغزو تايوان في 2027؟ ولا التوجيهات دي في الأساس هدفها خدمة الفخر الوطني ودعم حكومة شي؟
الحكومة اللي ممكن تكون فقدت شوية من قوتها ودعمها في الفترة الأخيرة. التدريبات العسكرية الصينية زي تدريبات السيف المشترك في 2023 و2024 شكلها مرعب جدا من بره. خلال واحدة من آخر التدريبات، الصين أرسلت أكبر عدد من الطائرات العسكرية الصينية اللي تم رصده في تدريب زي ده، ومعهم سفن بحرية وسفن خفر السواحل علشان يحاكوا حصار على تايوان. المشهد كان ينذر بالخطر. وكالات الأنباء العالمية دقت ناقوس الخطر. الصين دلوقتي بقت بتجرب بشكل علني تنفيذ حصار عسكري قوي ضد تايوان، لكن حسب التقارير اللي جاية من هناك، الشعب التايواني نفسه كان واضح عليه إنه أقل قلق بكتير. هم شافوا مناورات السيف المشترك 2024 أكثر كمسرحية واستعراض قوة وتخويف، مش كتهديد حقيقي من الصين. زي ما واحد من المصادر التايوانية قال، وهو بيتكلم عن الجغرافيا الجبلية الصعبة اللي حوالين تايبيه: انت شايف إن الصين عايزة تحارب وسط كل ده؟ وواحد تاني من التايوانيين قال وهو بيبص على الشواطئ اللي حوالين كوشيونغ اللي صعب جدا غزوها، المساحة هناك مش كفاية عشان الصين تحط كل الجنود اللي هتحتاجهم عشان تهزمنا. وكمان المناورة استمرت بس 13 ساعة. التأثير على تايوان كان شبه معدوم أو ما فيش تأثير خالص. ولو كانت دي فعلا حرب حقيقية، قدرة الصين على تصعيد الحصار، خصوصا لو المجتمع الدولي قرر يتحدى الصين ويكمل التجارة عادي، الموضوع ده عليه علامات استفهام كبيرة. التقارير كمان بتأكد إن في جزء تاني من اللغز ممكن يكون ليه دور. عسكريا الصين ممكن تتأثر سلبا من حكومتها نفسها. شي جين بينغ بيقوم بحملات تطهير عسكرية مستمرة من سنة 2012، والظاهر إنها علشان يقضي على الفساد. مصادر من داخل الصين بتقول إنه حملات التطهير اللي بيعملها شي غالباً لها علاقة أكثر بالقضاء على الانقسامات الداخلية وتثبيت الولاء لرئيس الحزب الشيوعي، يعني شي نفسه. بس مهما كان سبب حملات التطهير دي، الحقيقة اللي باقية هي إن شي مش واثق في جيشه نفسه. التقارير بتقول إن شي بيفضل الحفاظ على ولاء الجيش أكثر من قدرته العملياتية، خصوصاً في سياق أي عمليات عسكرية ضد تايوان. وده اتضح لما واحدة من حملات التطهير بتاعته شالت هي ويدونغ اللي هو جنرال في جيش التحرير الشعبي، وكان واحد من الناس الأساسيين اللي بيخططوا وبينفذوا أي عمليات في تايوان. بدل كده شيء مهتم يرقي ناس زي جانغ شينجمان اللي أظهروا ولاء كامل ليه، لكن كمان ما عندهمش أي خبرة عملياتية عسكرية خالص. من غير ناس زيه، قدرة الصين على تنفيذ غزو تايوان بكفاءة حتتأثر بشكل متناقض. محاولة شيء لترسيخ سلطته وضمان الولاء ممكن تكون بتضعف جيشه. يمكن العيب الأخير ده في الاستراتيجية العسكرية الصينية يكون كفاية يخلي تايوان تتنفس الصعداء. للأسف غالباً لا، لأنه تحقيق لقى تقارير مقلقة عن لاعب تاني دخل اللعبة: روسيا. البحرية الصينية أقوى مما كان متوقع وبتكبر يوم ورا يوم، لكن الصين ناقصها القوة اللي بتتمناها لما يجي الموضوع لكتائبها المحمولة جواً. تحديداً روسيا وافقت تدي الصين 37 مركبة هجومية برمائية خفيفة و11 ناقلة جنود مدرعة محمولة جواً و11 مدفع مضاد للدبابات برمائي خفيف ذاتي الحركة، بجانب أسلحة تانية. حيتم تزويدهم بأجهزة اتصال صينية وحيتعدلوا عشان يشتغلوا بالذخيرة الصينية. مهما كانت العيوب في الجيش الصيني نفسه، في حاجة بقت أوضح من أي وقت فات: شي مش بس عايز تايوان عشان الفخر الوطني وغرور الشخصي، هو محتاجها لأسباب ملهاش علاقة بTSMC. الصين عايزة تأسس لنفسها نفوذ بحري خاص بها، والسيطرة على تايوان خطوة ضرورية جدا عشان ده يحصل. تايوان موجودة في نص سلسلة الجزر الأولى، اللي هي الحاجز الجغرافي اللي بيحبس البحرية الصينية كلها على بعد أميال بحرية قليلة من سواحلها. كسر السلسلة دي أهم بالنسبة لبكين من أي مصنع رقائق إلكترونية. بعض الدول زي اليابان عندها صراعات تاريخية مع الصين، وده هيخليهم مستحيل يتحالفوا مع بكين في يوم من الأيام، وده بيخلي الحاجز ده مستحيل على البحرية الصينية إنها تعدي. بس شي مش بيبني أسطول كامل عشان يحرس سواحله بس. الصين عايزة توسع بحريتها وقواعدها ونفوذها في كل المحيط الهادئ. ده هيدي الصين
وصول لمخزون السمك والمعادن الحيوية، والأهم من كده فرصة إنها تزيح نفوذ أمريكا تماماً من المنطقة. بما أن أمريكا بتعتمد بشكل كبير على قواعدها وحلفائها في المحيط الهادئ في التخطيط العسكري، ده حيكون مشكلة كبيرة جداً لاستراتيجيتها. وكمان ده هيدي الصين أفضلية كبيرة في المنافسة الدولية بين البلدين. أكثر طريقة واقعية لتحقيق كل ده هي كسر سلسلة الجزر الأولى عن طريق السيطرة على تايوان. الناس المحليين في تايوان اللي بيضحكوا على فكرة إن الصين ممكن تغزو الجزيرة يمكن ما يعرفوش إن بسبب بناء مصانع الشرائح في أماكن تانية وتردد أمريكا في تزويد تايوان بالأسلحة، مفيش حد هيجي ينقذهم. الدرع السيليكوني اللي كان بيحميهم بيتكرر وبيتبني في أماكن تانية. تايوان بتفقد تدريجياً احتكارها لصناعة الشرائح اللي هي الجبل المقدس بتاعها. لما الصين وأمريكا يقرروا إنهم ما بقوش محتاجين TSMC التايوانية علشان اقتصادهم يفضل شغال، الجزيرة هتخسر ورقتها الرابحة. لما الصين تقرر إن خططها للسيطرة في المحيط الهادئ أهم من خطر إن TSMC تدمر نفسها، خصوصاً مع وجود مصانع شرائح في أماكن تانية، مش هيبقى فيه حاجات كتير تمنعهم. يعني لما أول صواريخ تعدي المضيق ده اللي عرضه 100 ميل، هل العالم هيبقى عنده سبب أصلاً يمنعهم؟ الحرب العالمية الثالثة مش هتبدأ عشان قيمة تايوان التكنولوجية، لكن عشان فقدانها المفاجئ للقيمة دي. أول ما الدرع يتشال مش هيبقى في حاجة، ولا حد يقدر يوقف أحلام شي جين بينغ إنه يبقى أعظم قائد في تاريخ الصين الحديث. في لمح البصر تايوان حتتحول من مركز عالمي محمي لأرض ممكن الاستغناء عنها. أمريكا حتكون عندها مصانع الشرائح الخاصة بها. موازين القوى في العالم حتتغير لما تايوان تبطل تكون قلب ثورة الذكاء الاصطناعي، وكمان السبب الرئيسي اللي بيخلي أغلب التكنولوجيا الحديثة تشتغل. ولما الأمور توصل للجد، ولما الصين تبعت أكبر أسطول شافته الدنيا يعبر مضيق تايوان علشان ينزل على شواطئ الجزيرة الصغيرة دي، محدش غير تايوان هيكون عنده دافع إنه يوقفها. شي هيحارب بكل قوته علشان يستولي على تايوان مهما كان رأي السكان المحليين فيه، وحيمد حكمه القمعي للجزيرة دي. وده حتى ما جابش سيرة واحدة من أسوأ النتائج المحتملة للهجوم ده. هنكون دخلنا نظام عالمي جديد، واحد القوى العظمى فيه مش هتكون عندها أي دافع لاحترام سيادة واستقلال الدول الأصغر، وده حيرجعنا لعصر الاستعمار تاني. في العالم الجديد المخيف ده تقريباً كل الدول معرضة للغزو، مفيش حد بقى في أمان، ومحدش يقدر يتوقع الغزو الجاي هيكون فين. شكراً إنكم كنتم معايا النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الإشعارات، ده فعلاً بيفرق معايا. شكراً تاني، وأشوفكم المرة الجاية في برنامج ماب باك.